مش معناتها لازم الواحد يكون ميسور ماديا ولا كما نقولوا هنا مرفه ولا لا باس عليه باش يتصدق. كاين بعضنا لما يسمع الصدقه كانه الموضوع لا يعنيه، لانه يحس روحه انسان بسيط. نقولوا لا الصدقه قد تكون بالابتسامه، هذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الأستاذ عبد القادر براهمي. تحية طيبة إليكم ورمضان مبارك وكريم يا رب العالمين. من أجل الطاعات والقربات أيضا في هذا الشهر الكريم، واللي تعبر عن الامتنان، عن الشكر، عن أن الإنسان الله في عليائه وهو الذي خلقه أحسن إلينا ورزقنا ومن علينا. ورنا نشوف اليوم كيف حال كثير من إخواننا في الجزائر ولا إخواننا في غزة اليوم الذين لا يجدون ما يطعمون، ما يأكلون ولا ما يشربون. فالإنسان باش يشكر ربي على النعمة، الله عز وجل فتح له باب يسمى باب الصدقة. والصدقة في رمضان ليست كالصدقة في غيرها، الأجور في رمضان مضاعفة. يعني إنسان كي يتصدق في رمضان عنده الأجر أعظم. زيد الصدقة ليس لها معنى واحد، مش معناتها لازم الواحد يكون بين قوسين ميسور ماديا ولا كما نقولوا هنا مرفه ولا لا باس عليه باش يتصدق. كاين بعضنا لما يسمع الصدقه كانه الموضوع لا يعنيه، لانه يحس روحه انسان بسيط. نقولوا لا الصدقه قد تكون بالابتسامه، هذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. والصدقه بالمال ايضا ولو كان قليلا، يعني كل واحد يمد 1000 راك، كل واحد يمد خبزه لما يشري 4 خبزات ينقص خبزه اللي راح يبذرها واللي راح تصبح ولا تبقى ولا يرميها، ينقصها ويتصدق بها صدقه. هذه الخبزه اللي الانسان يمدها وربما يحقرها، الحبة تاع تمر لما نقسموها شق تمرة، هذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث باش يعلمنا بلي الواحد لا يحقر الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، جزء من التمرة. شحال القيمة نتاعو؟ بسيطة جدا. المهم يربينا الصيام ويربينا الإسلام على أن نتعلم الإنفاق، الصدقة. ما لازمش الإنسان يكون بخيل، نتعلمه، ندخلوا يدينا في جيوبنا ونخرج ونتصدق على الفقير. مش ديما الإنسان يدي، ولكن كما رزقك الله وساق إليك أسباب الرزق والخير، فلا بد عليك أيضا أن تكون من أسباب الخير والنفع للناس. وقد قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وأكيد الإنسان اللي يتصدق يوم القيامة هو في ظل صدقته، العبد في ظل صدقته. معناتها يوم القيامة الصدقة تحمي الإنسان سواء من حر الشمس يوم القيامة أو من عذاب الله عز وجل. لماذا؟ لأنه كان إنسان يعطف على الناس، كانت الرحمة في قلبه، وفاضت هذه الرحمة بعد ذلك الصدقة وعطية في رمضان. فنبادر بحول الله في هذا الشهر الكريم إلى أن نتصدق بجميع أنواع الصدقات، سواء مال، سواء كما قلنا حاجة بسيطة. تفطير الصائم أيضا يعتبر من الصدقات. إنسان يساهم ما وش قادر يتصدق، يساهم في الجمعيات الخيرية، في النشاطات، إفطار الصائم يروح يحضر معاهم، هذا يعتبر أيضا من الصدقات. فربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله، ويجعلنا وإياكم من المتصدقين والمتصدقات. سأفطركم. السلام عليكم ورحمة الله.